كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. احنا معانا النهارده هنعمل ايس كريم سريع ولذيذ، والطعم لسه ده اول حاجة، يعني حاجة جديدة هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو. هوريها لكم في الفيديو ازاي. للاطفال كمان، للاطفال. هي معانا احنا حبتين برتقان قشرناهم، طلعنا الابيض منهم يعني قشرناهم حلو، ومعانا 4 ليمونات زي ما انتم شايفين كده مقشرين برضو حلوين. معانا هنا حليب هنحط برضو منه. معانا هنا عسل نحل، عسل او سيرة بقى اللي عندكم. ودلوقتي ان شاء الله هقطعهم ونشيل البذر منه عشان ما يمررش، وانا هوريكم ازاي بيتعمل. دلوقتي احنا هنا قطعنا زي ما انتم شايفين وشلنا البذر كله، ما خليناش ولا بذر عشان البذر بيمرر. اهو شايفين البرتقال مع الليمون، شايفين ما شاء الله. دلوقتي هنديره هنا، هنديره في الخلاط، خلاط كبة مضرب اللي عندكم موجود. لذيذة جدا جدا جدا. دلوقتي هنحط شوية حليب بسيطة، يعني مقدار 3 معالق حليب. هنحط برضو معلقتين سيرب عشان يبقى حلو. بتاعتنا اللي بالماسترد والهاني ماسترد صوص. استنى لو سمحتوا نعمل نخلي المضرب. نحط برضو تنتوفة بقدونس، برضو بيدي طعم حلو قوي، انا بحبه. ممكن تحطوا حاجة تانية لو حابين تحطوا ريحان مثلا. ايه خلاص كده تكفي. حطينا ايه زي 5 معالق بس. طبعا دي حلوه مكرونه رز. دلوقتي هنشغل الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. اي بعد ما ضربناه في الخلاط شوفوا صار ازاي. هنديره هنا ان شاء الله ونحطه في الفريزر لما يجمد. احلى عصير ليمون بالبرتقال ان شاء الله يا رب يعجبكم، واوريكم اياه بعد ما يجمد ويبقى حاجه حلوه خالص. دلوقتي خلاص كده، لا ما فيهوش حاجه. دلوقتي هنقفل عليه، يا جماعه. شايفين نسكر عليه ونحطه في الفريزر ونوريكم بقى عصير ايس كريم الفراولة. دلوقتي احنا لما عملنا الايس كريم اللي بالليمون وبالبرتقال جمدناه في الفريزر، وقلت لكم هوريهولكم اهو. شايفين ما شاء الله ايس كريم حلو وطعمه حلو كتير، بس احنا عشان صايمين مش عارفه يعني نقطع ونوريكم. ايس كريم حلو خالص والله العظيم. امبارح كلنا العلبه الصغيره وخلينا هي اهو الايس كريم. وعندك اللي بالليمون محلاه كمان حلو كتير، وهي اللي بالفراوله والله طعمه بيجنن. وهي ان شاء الله هو شايفين ان شاء الله يا رب يعجبكم. وهي كمان صينية بكار يا بنات. هي كل سنة وانتم طيبين كده، لما تحلوا بيه بعد الفطار كده تاكلوا وتبلوا ريقكم. حاجة حلوة لولادكم وليكم لضيوفكم، ومش مكلف وحلو. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم، وتحطوا لي لايك وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصراحة امبارح لما دقناه كان طعمه جميل قوي،
وذاكي كتير، وسلم ايديك يا تيتا. دي بنت بقى اللي بتتكلم، شايفين؟ يلا باي باي.